قناتي لو عاوزين تتفرجوا على الجزء الأول من القصة هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. يلا نبتدي. سول بتتفرج على خبر طعن جاي وبتجري على المستشفى وبتشوف والد جاي بيعيط. بتقرر ترجع لبيت جاي وتدور على الساعة اللي بتسافر بالزمن بيها عشان الماضي يتغير، وهي ما كانتش اشتريتها في الزمن ده. وهي هناك بيوصل هيوك وبيواجهها وبيلومها على الهجوم اللي حصل على جاي، وما بيبقاش فاهم هي ليه بتدور على الساعة بتاعت جاي، وبيقول لها لما بتسأله عليها إن جاي ضيع الساعة من زمان وما قدرش يلاقيها. سول بترجع البيت وهي حزينة ومتضايقة، وبتلاقي أمها بتتفرج على الأخبار. المراسلين بيقولوا إن المجرم سو اللي هو القاتل كان عنده ضغينة ضد جاي بعد ما أنقذ سول في الحادثة اللي حصلت 2009. سول مش بتبقى عارفة إنها اتخطفت تاني من المجرم سنة 2009، وبتسأل أمها وبتعرف إن جاي عمل مجهود كبير جدا عشان يساعد الشرطة تمسك المجرم سو. تاني يوم سول بتقابل والد سونج اللي بيكون المحقق الرئيسي في القضية اللي حصلت سنة 2009. والد سونج بيخليها تشوف ملفات القضية وبتقرأ التقرير اللي شهد فيه جاي، وبيبقى مكتوب فيه إن جاي لقى كتب سول في الشارع واقعة يوم 10 مايو 2009 وهو راجع للبيت. بعدين سمع سول بتصرخ فاتصل بالشرطة وجري عليها، ولما وصل هناك شاف سول بتحاول تهرب قبل ما تفقد الوعي. المجرم سو شافه وحاول يهرب، لكن جاي ما سابوش يهرب وضربوا بعض، والمجرم سو حاول يخنق جاي، لكن الحمد لله جاي قدر يغلبه والشرطة وصلت في الوقت المناسب. والد سونج بيقول لسول انه كان المفروض يبلغها ان المجرم سو طلع من السجن، لكن سو هاجم جاي الاول قبل ما يقدر يحذرهم. والوقت اللي جاي فيه كان في غيبوبة. سول بترجع البيت وبتبدأ تراجع ملفات القضية، وهي بتلوم نفسها في كل حاجة، لكن بتسترجع أملها لما بتتعرف على الساعة في صور مسرح الجريمة. وساعتها بتتصل بوالد سونج اللي هو المحقق وبيقول لها إن كل الحاجات بترجع لأصحابها بعد انتهاء التحقيق من القضية. سول بتبدأ تدور بيأس على الساعة وبتكون على وشك الاستسلام، لكن جدتها بتدخل وهي لابساها. الجدة كانت محافظة على الساعة بأمان، وبتستغرب سول، لكن بتاخد سول الساعة من جدتها وبتروح المستشفى وبتوعد جاي إنها تصلح كل حاجة حصلت، وبتضغط على الساعة. المرة دي بتلاقي نفسها في مارس سنة 2009 وبتبقى في الكلية، لكن فوق تمثال حصان في المدرسة، وساعتها بتفقد توازنها وبتقع على جاي وبتنزل وبتجري بعيدة عنه بسرعة، وصاحبتها بتمشي وراها وبتسألها ليه لسه بتتجنب جاي. سول بتشرح لها إنها لازم تعمل كده. صاحبتها بتديها شنطة وبتطلب منها تجيبها اليوم اللي بعده. سول بتهرب بعيد من غير ما تشوف حتى ايه اللي في الشنطة، وبعديها بتروح لمركز الشرطة، وأخيرا بتقدم بلاغ عن اختطافها الأول أيام المدرسة الثانوية. محقق الشرطة بيتفاجئ إنها استنت سنة كاملة لحد ما تقدم البلاغ. بتشرح له إنها فقدت ذاكرتها ولسه راجعه لها، وبتديله مفاتيح العربية اللي سرقتها من السائق كدليل، وبتعرفه إن الجاني مسؤول برضو عن حادثة خزان جويانج. ده بيجذب فورا انتباه الشرطة وبيحولوا قضية سول لوالد سونج لأنه كان المسؤول عن قضية الخزان برضو. بعد زيارتها لمركز الشرطة سول بتروح لمحل بيبيع أدوات الدفاع عن النفس وبتشتري منه شوية حاجات، وفي طريقها بتشوف سونج بيتكلم مع حد وبتفهمه غلط فورا وبتتهمه بالتنمر على الولد الصغير، وبيبان في الآخر إن سونج كان بيساعد الولد إنه يدور على فلوسه اللي ضاعت. بيروحوا ياكلوا حاجة سوا وبيفتكروا الماضي. سونج بيحكي لها إنه اجتهد وتخرج من المدرسة، وسول بتكون سعيدة جدا وفخورة بيه لأنها كانت السبب في تغيير مستقبله. وبيتكلموا شوية مع بعض وبتعرف إنه نجح في شغل بيعمله دلوقتي وبقى معاه شوية فلوس. وبيمشي سونج وبياخد الشنطة الغلط معاه، وكانت بتاعت سول لأنهم كانوا ماسكين شنط شبه بعض فبيتلخبطوا. وكان في طريقه عشان يدي ملابس داخلية لوالده، وساعتها بيكتشف إنها مش الشنطة بتاعته. بنروح لجاي اللي بيقول لصاحبه هيوك إن سول بقت تتصرف بشكل غريب، وبيصر هيوك صاحبه إن سول بتكره جاي، وده هو السبب إنها هربت بسرعة المرة دي، وإنها كل مرة بتتجاهله كأنه مش موجود. اشمعنى المرة دي؟ هيوك بيشوف ساعتها الأغنية اللي كتبها جاي لسول وبيسخر منه أكتر، وبيتضايق جاي وبياخدها منه. سول بتروح البيت وبتستخبى من جاي لأنه جارها. في بيت جاي والده بيتكلم معاه في إنه يروح يتعالج في مستشفى أجنبي متخصص في علاج الرياضيين المصابين. جاي بيوعده إنه هيفكر في الموضوع، بس والده بيكون محبط لما بيشوف إنه مش متحمس للفكرة. بالرغم من كده بيبان إن جاي لسه بيفكر في سول ومش مستعد يستسلم في الوقت ده ويسافر ويبعد عنها. وساعتها بيفتكر لما رفضته، بس بيكون لسه عنده أمل. اليوم اللي بعده صديقة سول بتكون محبطة إن سول لسه مش جاهزة للرحلة بتاعة الجامعة، والموضوع بيبقى سيء أكتر لما بتكتشف إن سول ضيعت اللبس اللي المفروض تلبسه للرحلة اللي جابته لها.
وبتفتح الشنطة بتلاقي ملابس داخلية رجالية، فبتعرف سول إن شنطتها اتبدلت مع سونج. المجموعة اللي هتروح للرحلة بيركبوا الباص وبيطلع هناك جاي، فسول بتاخد بالها منه وبتحاول بكل جهدها إنها تتجنبه، وجاي بيلاحظ ده وبيحاول هو كمان يتجنبها. مع استمرار الرحلة بتبذل سول جهدها عشان تتجنب جاي، ولكن من غير فايدة، لأنها في آخر اليوم بيتحكم عليها إنها ترقص قدام مجموعته بعد خسارتها في لعبة مع مجموعتها. وبعد كده بتحاول تبعد عن المخيم بتاع الجامعة وبتمشي غلط عند منطقة خنازير برية. بتتفاجئ لما بيظهر جاي وبتضربه بالصعق الكهربائي بالغلط، فبتحاول تساعده وهي منهارة، فبتقع بفخ وبيساعدها جاي. في الوقت ده بيشعر جاي بالارتباك من سلوكها وبيسألها ليه بتحاول بكل جهدها إنها تتجنبه. ما بتردش على سؤاله وبيرجعوا سوا للمخيم بتاع الجامعة. سول بتروح تشرب كحول لوحدها وبتسكر وبتروح تقعد لوحدها في مكان هادي وبتحاول تنام. بيمشي وراها جاي وبيراقبها، لكنه بيخاف عليها إنها تقع من الخيمة العالية، وبيروح عشان يمنعها من إنها تقع ويمسكها في الوقت المناسب. فبتبدأ سول في العياط وبتسأله هو ليه دايما بينقذها، وبتطلب منه يسيبها وما يساعدهاش حتى لو حصل لها إيه، وإنه يفكر في نفسه وبس. جاي بيتألم لما بيشوف سول بتعيط وبيطلب منها إنها تبطل تخليه قلقان عليها. وبيرجع جاي الخيمة بتاعته عشان ينام. بيلاقي ساعتها هيوك محتار يستخدم أنهي أغنية في تقديمه للمسابقة، وبيسأل جاي عن الأغنية اللي مألفها لسول، وبيسأله إيه رأيك ندخل المسابقة بيها. جاي مش بيكره الفكرة، لكنه مش شايف إن الأغنية لسه جاهزة. وبيسأل هيوك إذا كان شارك الأغنية دي مع حد تاني. صاحبه بيقوله لأ، فبيستغرب جاي لأن سول كانت بتغني نفس الأغنية وهي سكرانة. سول كانت بتغني أغنيته طول الوقت وبتقول إنها جاية من المستقبل وهترجع قريب لزمانها. في الوقت نفسه الشرطة بتستخدم تقرير سول والخريطة عشان يوصلوا للمخبأ بتاع سول المجرم، لكن للأسف المجرم كان سابقهم بخطوة وكان عارف إنهم جايين وحرق المكان. وساعتها بيراقبهم وهو بيبتسم بتكبر والشر في عينه. والشرطة بتدرك إن فرصتهم في الحصول على أي دليل راحت في الباي باي. في اليوم اللي بعده سول بترجع البيت وبتتصل بوالد سونج وبتتصدم لما بتسمع عن الحريقة. وواحد من المحققين قال إنه حاسس إن المجرم سو كان عارف بخططهم. سول بتخاف وبتاخد شنطتها عشان تمشي، بتبقى قلقانة إن المجرم سو يجيلها أو يروح لجاي. ومن غير ما تعرف جاي كان واقف عند بابها مستنيها تطلع. أول ما طلعت سألها رايحة فين، بعدها سألها إزاي عرفت بأغنيته اللي لسه مخلصهاش، وبيسألها إذا كانت فعلا جاية من المستقبل. وسول بتبص ليه بدهشة. سول بتحاول تفسر لجاي إزاي سافرت بالزمن زي فيلم الترمينيتور، وإن ساعتها هي جهاز السفر بالزمن وإنها في الأصل بتاعته واشتريتها سنة 2023. فجاي بيسألها إزاي ساعته بقت جهاز سفر بالزمن. سول بتقوله يمكن لأنه أنقذها مرة، وبيسألها ليه هو باع ساعته. فبتحاول تعرفه إنه كان مغني مشهور وحقايق عنه، بس كل ما بتحكي عن اللي حصل في المستقبل الوقت بيقف. وجاي بيشكك في كل الكلام ده وبيسألها لو ده حقيقي ايه الحاجة المستميتة عليها عشان تغيرها في الماضي ومتضايقة بسببها، وإنها لما كانت سكرانة كانت بتقوله إنها عاوزة تغير الماضي. سول بتنكر وبتقول إنها قالت ده وهي كانت سكرانة ومش في وعيها، وبتعتذر على إرباكه. وهو بيقول لها إنه هيسافر أمريكا عشان تبطل تقلق بسبب وجوده. سول بتبقى مصدومة، لكن جاي بيمشي حتى قبل ما تقول أي حاجة. في اليوم اللي بعده جاي بيسأل أصحابه إذا كان بيؤمنوا بالسفر بالزمن. بيقولوا له إنه ممكن يحصل ده بس في المستقبل مش دلوقتي، لكن هم شايفين إن ده عذر ضعيف جدا عشان البنت ترفض ولد. للأسف خطة السفر اللي جاي جت في وقت وحش، لأن هيوك وفرقته إكليبس قدموا له مسابقة واتقبل طلب الفرقة، لكنهم أصروا إن جاي لازم يحضر تجارب الأداء معاهم عشان ينجحوا سوا، وإنهم مش هيقدروا ينجحوا من غيره. فهيوك بيزور جاي عشان يتعشوا مع بعض ويقول له عن المسابقة، لكن هيوك بيغير رأيه بعد ما بيسمع والد جاي وعن حماسه لسفر ابنه. وطلعت إن سول بنفسها اتكلمت مع والد جاي وأصرت إن يبعت ابنه في أسرع وقت بره البلد. وجاي بيزعل لما بيسمع كده وبيقرر يسافر فعلا. وهيوك بيتخانق معاه وبيقول له إنه بيمشي بس عشان سول. في اليوم اللي بعده سول بتقابل والد سونج وبتراجع معاه الإفادة اللي قدمتها، والمحقق بيقول لها إنهم قدروا يلاقوا أدلة حتى بعد ما البيت اتحرق، والشرطة قدرت تجمع دليل الحمض النووي اللي بيربط المجرم سو بقضية الخزان. سول بتكون مبسوطة وبتحاول تفتكر أكتر عن الحادثة عشان تساعدهم، وساعتها بتفتكر نوع العربية اللي كان سايقها المجرم سو لما خطفها. في الجامعة في بنت كانت بتحاول تقرب من جاي، وسول بتتظاهر إنها بخير ومفيش حاجة. وبعد المحاضرة هي وصاحبتها بيروحوا يشربوا حاجة، وجاي وصاحبه بيظهروا في نفس المكان. البنت الجديدة كانت معاهم، لكن سول ما شافتهمش غير بعدين وهم بيشربوا. صاحبتها بتفضفض لها عن أخوها وبعدين بتنام.
سول بتقرر انها تدفع الحساب، لكن النور بيتقفل عشان يحتفلوا بعيد ميلاد حد عشوائي، وهي بتوقع كل الفلوس المعدنية من شنطتها على الأرض. بسرعة بتنزل على ركابها وبتبدأ تجمعهم. بتلاقي نفسها تحت ترابيزة جاي، وبتشوف انه مع البنت الجديدة. الاتنين كانوا لوحدهم لان صاحبهم التاني خرج يجيب زميل تاني من بره. البنت الجديدة بتعترف بمشاعرها ناحية جاي. سول بتبقى متضايقة واصحابهم بيرجعوا للترابيزة، فتليفون سول ساعتها بيرن، فبيكتشفوا ان في حد تحت الترابيزة. عشان تتجنب انها تواجههم، سول بتحط سلة الزبالة على راسها وبتجري بره المكان. صاحبتها بتشوفها وبتنادي عليها بصوت عالي، وبيجري جاي وراها لكن مش بيلحقها. وبعدين بيروح جاي وبيسمع سول واخوها وهم مخمورين بيتكلموا عن مشاكل حبهم وهم بيشربوا في الروف بتاع بيتهم. اخوها بيقول انه لسه بيحب حبيبته القديمه، ومن ناحيه تانية سول غيوره ومتضايقه من اللي حصل، وفي نوبه غيره طيرت شبشبها ووقع ووصل لايد جاي، وبصت تشوف الشبشب راح فين، شافته مع جاي وفاقت شويه ونزلت لتحت وحاولت تنكر انها كانت في المطعم. جاي سألها اذا كانت حست بالغيره وردت عليه بلأ، وده جرح جاي. بس سألها لو في أي زمن من الأزمنة بتاعتها حست بمشاعر ناحيته، فبصت له في عينه وقالت له لأ. ده بيخلي جاي يزعل، بس سول بتبقى خايفة إنها تخسره لو اعترفت بحبها ليه. سونج بيروح يزور أبوه في مركز الشرطة، وهو هناك بيسمع حكاية خطف سول في الماضي، وبيبقى واضح إنه قلق عليها. في اليوم اللي بعده سونج بيظهر في الكلية ومعاه ورد وشنطة هدايا. الناس بيفترضوا إن جاي لحبيبته. ساعتها سول بتشوفه وبتاخده على الكافيتيريا عشان تتكلم معاه. في الحقيقة سونج بيطلب من سول إنها تكون حذرة وبيرجع لها اللبس بتاعها. ساعتها بتطلب منه يعمل ليها معروف، ويفكر والده في سنة 2023 إنه لازم يحمي جاي مش هي، وبتشرح ليه هو ووالده لازم يحموا جاي في المستقبل، وبتعرفه إنها من المستقبل. سونج بيحس بالتشتت شوية، لكنه بيحس بأهمية الموضوع ده عند سول وبيوافق. بيمشي معاها لحد باب بيتها، وقبل ما يودعوا بعض سول بيجيلها اتصال من أمها وبتقول لها إنها في حاجة حصلت في البيت. الاتنين بيجروا يشوفوا فيه إيه. بيشوفوا جاي ومامتها ماسكين جرادل عشان يمنعوا المية إنها تدمر المحل بتاعهم. طلع إن أنبوب المية اللي فوق انفجر، والمية بتغرق الدور الأرضي. مامة سول بتبقى فرحانة إنها شافت سونج وبترحب بيه بحرارة. سول بتحاول تاخد من جاي الجردل عشان تمشيه، بس مامة سول بتقول لها إنه بدل ما تعرض المساعدة عليه تعرضها عليها هي، وإن إيديها تعبت. فبياخد منها سونج الجردل وبيساعدها. بتتحول الحكاية لمنافسة بين الاتنين جاي وسونج. بتروح مامة سول وجدتها وسول يشوفوا حالة الدور اللي فوق، ومن غير قصد سونج بيبدأ يزعج جاي لما بيقوله إنه كان حقيقي بيحب سول، وبينسوا الجرادل ويسيبوها وبيبتدوا يتخانقوا سوا. وكانوا هيتعرضوا للصعق الكهربائي لما كانت في لمبة مفكوكة هتقع عليهم، بس لحسن الحظ سول خدت بالها إنهم بيتخانقوا وحست بالخطر وراحت تطفي الكهرباء قبل ما يتصعقوا. وفي وسط كل ده الوقت عدى بسرعة والساعة اتأخرت، وبقوا بعد منتصف الليل، وسونج مش هيعرف يروح لبيته لأنه بعيد. مامة سول بتقترح عليه إنه يبات عندهم، بس سول وأخوها بيرفضوا. جاي كمان بيبقى معارض جدا للفكرة وبيعرض إن سونج يبات عنده هو. في بيت جاي سونج بيروح ينام على الكنبة وبيشوف تذكرة الطيران بتاعت جاي، وبيسأله ليه هو مسافر، وبيبقى مستغرب ليه بيشعر من التهديد منه مع إنه واضح إن سول بتحبه وإلا ما كانتش طلبت منه إنه يحميه في المستقبل. جاي بيبقى مستغرب وعاوز يعرف أكتر عن الموضوع، بس سونج بيرفض يقوله وبينصحه يسأل سول نفسها ليه عايزاه يحميه بالتحديد في سنة 2023. بعد أيام بيروح هيوكو الفرقة المسابقة، بس جاي ما بيكونش معاهم وبيبقى ميعاد الطيارة بتاعته الليلة دي. فسول بتسمع ده وهي بتمر على كلية أخوها عشان تجيب حاجة نسيها، ولما بتعرف كده بتروح المطار وبتشوف الطيارة وهي بتطلع، وبتكون حزينة جدا لكن في نفس الوقت بتبقى عندها ثقة إن دي هي الطريقة الوحيدة لإنقاذه. في الناحية التانية بتنجح الفرقة في المسابقة وبيكونوا ممتنين لجاي عشان اداهم أغنيته. وفي طريقها للبيت سول بتلمح عربية زي اللي كانت مع المجرم سو، وبتبدأ تجري عشان تهرب منها. وساعتها بتقابل جاي وبتقعد تعيط وبتسأله ليه هو هنا، وكان هيغمى عليها لأنها شافت عربية المجرم مقربة عليهم، وكانت بتقول لجاي يبعد بسرعة من هنا، لكن العربية مشيت وما عملت لهمش حاجة. ساعتها جاي قال لها إنه عارف إنها بتحبه وورالها الساعة اللي دفنتها في الكبسولة الزمنية. بنكتشف إنه مركبش الطيارة، وبدال ده راح يجيب الكبسولة الزمنية من تحت الشجرة. وبعد ما قرأ رسالة سول وربط الأحداث ببعض استنتج إنه هيموت في سنة 2023، وبيقول لسول إنه عارف إنها جت عشان تنقذه ومش مهتم لو مات سنة 2023 وهو هيحميها،
وانهم ما عندهمش وقت كتير يقضوه مع بعض عشان هتسافر تاني بالزمن وسول القديمة هترجع، وطلب منها تبطل تهرب منه وتستغل الوقت ده انهم يقضوه سوا. سول بتخاف وبتبصله وعينيها مش قادرة تنكر اللي في قلبها، وبيقول لها جاي انه مستعد يموت عشانها في المستقبل. اليوم اللي بعده جاي خرج على طول عشان ياخد سول، وبيروحوا سوا للكلية وهم سعداء، واصحابهم بيعرفوا انهم بقوا سوا وبيفرحوا لهم. سول كانت خايفة من نشر علاقتهم بالعلن وان ده ممكن يربك سول من الماضي لما ترجع، بس جاي بيوعدها انه هيتعامل مع العواقب وانه عايز يستمتع بالوقت القصير ده اللي باقي لهم سوا. ساعتها بتتصل سول بالمحقق وبتقول له يتحقق من العربية بتاعت امبارح اللي كانت بتمشي وراها ساعة ما قابلت جاي. جاي وسول بيقضوا وقت اكتر سوا وبيخرجوا مع بعض في مواعيد لطيفة ودافية وبيتمنوا على اوراق شجر الكرز. سول بتفكر انه ما راحش المسابقة اللي خلته مشهور زمان وده هيأثر على مستقبله انه يكون مشهور، وبتقول له انها سرقت سعادته المستقبلية منه. بس جاي ما كانش مهتم بده وهو مبسوط طالما انه مع سول. وفي يوم من الايام سول وجاي قضوا الليل مع بعضهم وهما بيتفرجوا على فيلم وبالغلط ناموا، والصبح اليوم اللي بعده سول وسخت قميص جاي وحاولت تنظفه لكن اتقطع بالغلط لما قام بسرعة بسبب الصدمة. اخو سول شاف اللي بيحصل وفهم غلط وهدد انه هيضرب جاي. في الوقت ده دخلت والدة سول ووالد جاي والجدة وحصلت مشادة مضحكة بينهم عشان بيحاولوا يدافعوا عن براءة اولادهم، لكنهم وضحوا الامور في الاخر. في الوقت نفسه بيحقق المحققين في العربية زي ما طلبت سول، وبيعرفوا فعلا انها للمجرم سو، وبيستخدموا كاميرات الشوارع عشان يتتبعوا حركاته ويوصلوا لدليل. سونج بيعرف ان المجرم سو بيترصد المنطقة، فبيروح عند بيت سول عشان يحذرها وبينصحها تقول لأهلها وتتجنبه، بس سول بتكون متأكدة ان سو هيلحقها مهما عملت، وبتخلي سونج يوعدها انه ما يقولش لجاي الكلام ده، وعشان يسكت بتعزمه على العشاء. لكن ساعتها بيظهر جاي اللي بيكون سمع جزء من كلامهم، وبسبب الغيرة بيقرر انه يعزم سونج على العشاء بدل سول، وبياخده على مطعم للعشاء. وبيوضح ساعتها انه بقى حبيب سول بشكل رسمي وبيطلب منه يتراجع عن حبه ليها. كمان بيحاول يقنع سونج يحكي له عن اسباب خوف سول، بس سونج ما بيقولش وبينصح جاي انه يسأل سول بنفسه. الليلة اللي بعديها سول بيجيلها اتصال من والد سونج بيعرفها انهم اخيرا اقتادوا سول ليهم، وان البيانات اللي عندهم ساعدتهم يوصلوا لمكانه واعتقلوه. سول بتبقى مبسوطة جدا بالخبر ده. بعديها بتجيلها رسالة من جاي بيعزمها على عرض لفرقة هيوك. بتروح بتكون متفاجئة لما بتشوف جاي بيغني أغنيته، بتعيط من الفرحة، وبيبان ان المدير التنفيذي السيد كيم موجود في الحفلة وبيسمع الفرقة. لكن بعد الحفلة المحققين بيعملوا حادثة وسو بيهرب منهم. في نفس الوقت جاي وسول بيروحوا البيت بعد الحفلة، والاتنين بيبقوا مبسوطين جدا عشان افتكروا انهم اخيرا جات لهم الفرصة انهم يكونوا سعداء. سول بتكون مبسوطة جدا ان الشرطة اعتقلت سو، وان جاي غنى قدام المدير التنفيذي السيد كيم، وان كل حاجة بقت مظبوطة. بس بعدين بيكتشفوا ان سو هرب، فلحظة الفرحة اللي كانت فيها بتختفي، وجاي بيقلق ان سول هتكون في خطر. اليوم اللي بعد كده سول بتروح المكان اللي لقوا فيه المجرم سو عشان تقابل ابو سونج عشان يناقشوا طريقة يمسكوا بيها سو. المحقق بيبقى مهتم بسلامتها وبيقول لها انها ما تخافش، هم لسه هيحموها. سول بتكون خايفة وعايزة تحل المشكلة دي بأقصى سرعة. جاي كان هناك وسمع حوارهم وبيبقى متضايق وعايز يحميها، وعد انه هيحارب عشان سلامتها بأي تمن. وبيروح بيتها وبيتأكد من سلامة البيت، وبيطلب منها انها تخلي جنبها دايما ادوات الدفاع عن النفس. وفي يوم من الايام بيحتفل جاي بعيد ميلاد سول في الملاهي، وبيستمتعوا بوقتهم هناك جدا وبيخططوا للمستقبل. وبيدي جاي لسول هدية سلسلة عليها حرف اسمها وكيكة عيد ميلادها. وبعديها بيوم سول بتروح هي وجاي البيت هيوك لانه مختفي بقاله فترة عشان يشوفوا حالته. هناك بيلاقوا سونج اللي شرح ليهم ان هيوك رجع لقريته لانه حس بالحرج بعد ما شاف برنامج المسابقة الغنائية وسمع صوته بينشز وقت الاداء. فالتلاتة بيقرروا يزوروا هيوك ويقنعوه انه يرجع معاهم. سونج بيعرض انه يوصلهم بعربيته الجديدة اللي اشتراها بفلوسه. بيسافروا بيلاقوا هيوك بيمشي من غير هدف وسط البحر، وافتكروه انه هينتحر. بيجروا عليه بسرعة عشان ينقذوه، لكن سونج بينسى يركن عربيته بالشكل الصحيح، فالموج بيجرها بعيد وقعد يندب حظه. بالنسبة لهيوك بيبقى واضح عليه انه زعلان، ولكنه ما كانش ناوي انه ينتحر، وخدهم لبيته عند اهله واستمتعوا بوجبة هناك سوا. كانت العيلة مرحبة وسعيدة بضيافتهم. لكن في الوقت ده المجرم سو زار المحل بتاع والدة سول وسمع مكالمتها مع سول، وقرر انه يروح لهم المكان اللي هم فيه.
بعدين بيقضي سول وجاي وقت ممتع سوا، وده بيزيد من غيرة هيوك. وساعتها المعزة بتاعت عيلة هيوك بتهرب، فبيجروا وراها وبيطردوها وبيمسكوها، وبيكونوا راحوا الشط وبيستمتعوا كلهم سوا هناك. وجاي بيوعد هيوك انه يكون جنبه وهيساعده في مسيرته الموسيقية، ووعدوا انهم يشتغلوا على الفرقة سوا. سونج ساعتها بيعترف بمشاعره لسول، بس بيتمنى ليها السعادة مع جاي. وهم عند الشط سول اخدت بالها انها ضيعت الموبايل بتاعها. جاي بيعرض عليها يروح معاها يدوروا عليه، وهم بيتمشوا لهناك سول بيبتدي يجيلها ذكريات غريبة، وبيرجعوا للغابة عشان يشوفوا إذا كانت سول نسيت الموبايل هناك وهي بتلحق المعزة ولا لأ. لحسن الحظ لقوه، بس سول وقعت فجأة على الأرض وبتدرك إن ذكرياتها اتغيرت، وده معناه إن مستقبلها اتغير كمان. جاي بتساءل ليه هي بتتصرف بطريقة غريبة، وبيطلب منها تحكي له عن اللي هي خايفة منه وما تتحملش كل حاجة لوحدها، لكنه بيكون عارف إنها مش بترضى تقوله عن اللي فيها عشان تحميه. اليوم اللي بعده ودع سونج العربية بتاعته وسلموا على عيلة هيوك ومشيوا وراحوا محطة القطر. في القطر سول كانت نايمة وبتصحى ساعتها وبتمثل إنها مش فاكرة فين هي وليه موجودة مع جاي، وبتنزل القطر وبتقعد تعيط. وجاي ساعتها بيعرف إن سول من الماضي رجعت، كمان بيبقى متألم جدا وبدأت الدموع تنزل من عينه، مع إنه وعد إنه مش هيعيط لما ترجع سول القديمة. ساعتها سول بتفتكر الذكريات اللي شافتها لما كانت بتدور على موبايلها، وإنها شافت المجرم وهو بيجري وراها في المكان نفسه اللي لقت فيه موبايلها، وجاي بيكون هناك وبيتأذى، فعشان تنقذ جاي مثلت إنها مش فاكراه. سول بتحاول تفتكر اللي هيجرى وتركز في ذكرياتها عشان تعرف تساعد نفسها، وبتفتكر وبتكتشف إن المجرم سو هيهاجمها الساعة 5 الصبح، فبتروح تقف وتستناه. وساعتها جاي بيكتشف إن سول كذبت عليه بإن شخصيتها القديمة رجعت وهو مروح بيته، لأن والدة سول وقفته وسألته ليه مش مع سول، وإنها لسه قافلة معاها مكالمة وقالت لها إنها معاه. فبيكتشف إنها لسه سول من المستقبل وإنها كذبت عليه، فبيجري وبيحاول يلاقيها. فبتجيله مكالمة من سونج بيبلغه إنه عرف من والده إن سول ما مشيتش من القرية بتاعت هيوك لسه. بالليل سول بتتصل بوالد سونج المحقق وبتطلب منه المساعدة. سول والمحققين بيتحدوا سوا وبيحاولوا يستدرجوا المجرم سو، بس للأسف جاي بيتصل بالشرطة المحلية والمجرم سو بيلاحظهم وهما واقفين بيتكلموا مع سول، وبيبدأ يتراجع لكنه بيخبط في جاي اللي كان رايح لسول. للأسف بيتعرف عليه جاي وبيجري ورا المجرم سول لوحده وبيستدرجه للمنحدر في الغابة وبيطعنه. وسول ساعتها بتحس بحاجة غلط لما المحققين بيقولوا إن جاي هو اللي بلغ عن إنها في خطر، فبتجري للمكان اللي جالها فيه رؤية وبتوصل هناك وبتشوف سو وهو بيطعن جاي زي ما حصل في رؤيتها. الشرطة بسرعة بتقبض على سو، لكن جاي بيقع في البحر، وهو بيقع بيقول إنه مش ندمان أبدا إنه مات بسبب إنه دافع عن سول وإن ده قراره. وبتلاحظ سول وهم مطلعين جثته من البحر إن ساعته وقفت، وبتحس إنها لو ضغطت عليها ممكن تستخدمها للرجوع بالزمن وتغير مصيرهم. وفعلا رجعت بالزمن من ساعته، والمرة دي اتأكدت إنه ما يشوفهاش خالص وما يتعرفش عليها أبدا ولا يحبها من أول نظرة. وكانت بتراقب جاي من بعيد وبتعيط وقلبها وجعها، وبتمشي هي وعيلتها من بيتهم لبيت تاني عشان تتأكد إنهم ما يشوفوش بعض أبدا مهما حصل. وده كان الحل الوحيد عشان تنقذه، لأنها أدركت إنها السبب في سوء حظه وموته كل مرة، فبتقرر إنها ما تدخلش حياته من الأول عشان ما يموتش. سول بترجع لوقتها وبتحاول تنسى الخسارة الكبيرة اللي عانتها وتركز على شغلها، وشغلها مش بيكون سهل وبتضطر تشتغل عند المشاهير وتراعيهم كل يوم. الحاجة الوحيدة اللي بتفرحها إن صديقتها شغالة في نفس الشركة معاها. المرة دي ممثل اسمه هيون هو الكابوس في حياتها، بيبقى عايز يكون في الفيلم الرومانسي اللي بتشتغل عليه شركتها، لكن مش عايز يصور مشاهد رومانسية. مديرة سول بتطلب منها تتكلم مع هيون لكنه بيكون وقح وكمان بيحاول يسوق وهو سكران، فسول بتروح له تأدبه وبتشدله ودنه، فهو اشتكاها للشرطة، ومديرة سول بتجبرها تعتذر له وتكتب خطاب اعتذار رسمي للشرطة. فسول ما بيبقاش عندها بديل تاني غير انها تعمل كده، بتكتب الخطاب في اسم الشرطة. وبتقابل سونج ساعتها اللي بقى ضابط شرطة وبيعرض عليها يخرجوا ياكلوا حاجة، وسول بتحلف انها مش هتسكر، لكن في الاخر بتشرب كتير جدا وسونج بيضطر يشيلها للبيت. وفي الطريق بيبدأ التلج ينزل، سول بتقعد تعيط وتفتكر جاي وبتتكلم عن قد ايه وهي مشتاقاله. في اليوم اللي بعده مديرة سول بتغير رأيها وبتطرد الممثل هيون من الشركة، كمان بتروح تعتذر لسول لأنها أجبرتها تكتب خطاب اعتذار، بتعرض عليها إنها تنتج لها الفيلم اللي شغالة على كتابته في وقت قريب.
سول بتبقى مبسوطة ومتحمسة إنها أخيرا هتشتغل على شغفها الحقيقي. المديرة بتلاحظ ظرف أحمر في المستندات، وبنعرف ساعتها إن سول كتبت جواب استقالة وبتشتم فيه المديرة بالليل وهي سكرانة. وعشان تنقذ نفسها سول بتمشي ورا مديرتها في حفل توزيع الجوائز وبتسرق شنطتها عشان تاخد الجواب، وهي بتهرب بسرعة بتخبط في جاي على السلالم وبينقذها من الوقوع، وهو كان شافها وهي بتسرق من شنطة المديرة وكان بيمشي وراها عشان يمسكها، ما بيكونش متعرف عليها ساعتها، وهي أول ما بتشوفه دموعها بتنزل، وساعة ما خبطوا في بعض الجوابات اللي كانوا ماسكينها بتقع على الأرض وبتتلخبط، فبتاخد واحد منهم لكن ما بيكونش جواب الاستقالة، بيطلع جواب الإعلان عن الفائز في حفلة توزيع الجوائز اللي بيكون مضيفها جاي، وجاي بياخد جواب الاستقالة بتاع سول، والموقف بياخد منعطف كوميدي لما بيقرأ اللي فيه من غير ما يعرف في حفلة توزيع الجوائز، وبيبقى أضحوكة الحفلة. بعديها بيحس بالإهانة وبيقسم إنه يخلي سول تدفع الثمن. في اليوم اللي بعد سول وفريقها بيناقشوا أفكارهم الجديدة للفيلم اللي هتنتجه شركتها، ده غير الفيلم اللي هي كتبته. صديقتها من غير قصد بتقترح انهم يتواصلوا مع جاي ويعرضوا عليه الدور. سول بتتلخبط وبتحاول تقنع الفريق انهم ما يعملوش كده، لكن مديرتها بتصر ان جاي هيكون مناسب للدور، وبتأمر صديقة سول انها ترسل لي سيناريو. صديقة سول بتتلخبط شوية وبدل ما تبعت له سيناريو الفيلم تبعت له سيناريو الفيلم اللي ألفته سول. وبعد ما بيقرا جاي النص اللي كتبته سول عن قصة بنت بتسافر بالزمن عشان تنقذ حبيبها وبتبقى نفس قصتهم، عينيه بتنزل دموع لوحدها، وبيعبر عن رغبته في انه يكون البطل. للأسف مدير أعماله ساعتها بيبلغه ان في غلط وان السيناريوهات اتبدلت، وبيوريه الفيلم الصح. في حتة تانية بيظهر المجرم سول اللي بيبقى عاوز يخطف البنت المطاردة اللي بتراقب جاي، وبيمسكها فعلا لكن هي بتنجح في الهروب منه وبتبلغ عنه الشرطة. في الزمن ده بيبقى سونج هو قائد الفريق بتاع الشرطة، وبيبدأوا عملية مطاردة ليه. في اليوم اللي بعده مديرة سول بترتب لها اجتماع مفاجئ مع جاي، وجاي بيكون مذهول لما بيعرف ان سول عدوته الجديدة هي اللي كتبت النص اللي عجبه، وبيقرر يرفض انه يعمل الدور، لكنه بيتضايق لما سول بترفض انه يأدي دور الشخصية الرئيسية الأول. وتاني بياخد الموضوع بشكل شخصي وبيحاول يعرف ليه هي بتكرهه، وبالليل بيستناها تخلص شغل وبياخدها المطعم عشان يتكلموا سوا، وبيسامحها على الموقف اللي حصل له في حفل توزيع الجوائز بسببها، وبيرجع لها الجواب بتاعها. بعديها سول بتوضح له ان مفيش عداوة شخصية ليها ناحيته، هي بس مش بتصوراه في الدور بتاع الفيلم بتاعها، وبتقدم اعذار ضعيفة زي ان الكاهنة اللي بتروح لها قالت لها انه لازم ما تشتغلش مع رجالة مولودين في عام الحصان، وان عيلتها هتتدمر لاجيال لو عملت كده، وانها بتتخيل ممثل تاني عنده 50 سنة للدور ده. جاي بيبقى مصدوم لان اعذارها مش منطقية، وكمان في شخص عنده 50 سنة هيلعب دور طالب ثانوية، وبيبقى مصدوم اكتر لما بيعرف من هيوك ان الفنان اللي سول قالت عليه كان مولود برضه في عام الحصان. بعديها بيحاول يقنع سول وبيكلمها في التليفون، لكنها بتقفل في وشه وبتعمل له بلوك. ده بيجبره يدخل مدير اعماله في الموضوع وبيخليه يتصل بيها، وبيعرض عليها انها توافق وهو هيستثمر في الفيلم، لكنها بترفض، فبيعرض عليها انه يشتغل مجانا عشان توافق، لكن سول بتقول لا برضه وبتقفل الخط في وشهم. ساعتها اللي بيشتغلوا في المكان بيضحكوا عليه لانه بيترفض كل شويه من سول للدور. بعديها جاي بيروح ينام وبيحلم بيشوف رؤية عن حياته السابقة، بس ما بيشوفش وش سول. بعد ايام بتختفي جدة سول وبتروح تزور مطعم والد جاي، وبتتعرف عليه على طول وبيقعدوا يتكلموا عن ايام زمان مع بعض. والد جاي بيتفاخر بابنه جاي قدامها وبيتحمس لما جاي بيظهر. الجدة بتتلخبط في جاي وبتفتكره جوزها وبتزعق له عشان سابها. ساعتها والد جاي بيشوف صورة بتقع من الجاكيت بتاعها وبيشوف ظهر الصورة بعديها، وبيعرف ان الجدة مصابة بالزهايمر. جاي بيتفاجئ لما بيشوف سول في الصورة اللي وقعت، وبيعرض على الجدة انه يوصلها لبيتها. في الوقت نفسه عيلة سول بتدور في كل مكان على الجدة، وبتيجي مكالمة لسول وهي في مركز الشرطة من والدتها انهم لقوا الجدة اخيرا، وانها كانت في مطعم وصاحب المطعم اتكلم عشان يرجعها. فبتهدى سول، وسونج اللي كان في مركز الشرطة بيعرض عليها انه يوصلها لبيتها. بتروح وبتلاقي جاي واقف قدام بيتها. ساعتها سول بتفتكر انه جاي يزعجها تاني، بس جاي بيضيع الموضوع وبيبقى عاوز يعرف علاقتها بسونج اللي كان بيوصلها للبيت، وبيفتكره حبيبها، لكن سول بتقوله انها عازبة وبتسأله ازاي لقى عنوانها، وبتفتكره انه جاي عشان يهددها بجواب الاستقالة بتاعها مع انه رجعه لها، وبتزعق له عشان يمشي. بس ساعتها الجدة بتقاطعهم، ووالدة سول بتوصل في الوقت المناسب وبتأمر سول تعزم جاي على قهوة عشان تشكره. وفعلا سول بتاخده يشربوا قهوة في مكان قريب، وجاي ساعتها بيحاول قدر الامكان يشرح ليها ان ليه هو الشخص المناسب للدور، وانه مشهور جدا الايام دي وهينجح فيلمها، وبيشاور بعديها البنتين عشان ييجوا يتصوروا معاه.
لكن بيحس بالإحراج لما البنتين ما بيعرفوش. بس سول بتلاقي الموقف ده مضحك جدا وبتقعد تضحك. جاي بيكون سعيد جدا لما بيشوفها بتضحك، وبعديها بيمشي معاها لحد بيتها وبيقول لها انه بيحس انهم عارفين بعض من زمان، وبيسألها لو كانوا اتقابلوا قبل كده لانهم كانوا عايشين في نفس الحي. لكن سول بتضيع الكلام وبتصر انها اخدت قرارها وخلاص، وبتقول له ما تحطنيش في موقف وحش في شغلي، وبتمشي وتسيبه. وهي بتمشي مروحة بيتها جاي بيحس بشعور مألوف. كمان بتجيله رؤية انه كان هنا قبل كده. بعد ما بيمشي جاي، سول بتدخل وبتتكلم مع الجدة. زي ما كنا متوقعين، الجدة كانت بتعرف بالظبط ايه اللي بتعمله، وبتقول لسول انها عملت حاجة كويسة انها خلت جاي يجي هنا، صح؟ وبتقول لها انها عارفة انها مشتاقة لجاي، وبتمشي وتسيبها. وسول بتبقى متفاجئة. اليوم اللي بعده في الشغل، مديرة سول بتصر انهم يشتغلوا مع جاي، فسول بتقدم استقالتها. صاحبة سول بتتصدم وبتحاول تتكلم معاها، لكن سول بتلومها انها بعتت الفيلم الغلط من غير قصد لجاي. بعد ما بتستقيل من شغلها، سول بتروح الملاهي اللي قضت فيها عيد ميلادها مع جاي، وبتفتكر اليوم ده وبتسهى وبيعدي الوقت عليها بسرعة، ومبتكونش واخدة بالها ان الوقت اتأخر. في نفس الوقت جاي بيكون في نفس الملاهي عشان هيصور اعلان هناك، بس التصوير بيتأجل، فبيروح يستكشف المكان وبيحس بالحنين، وبيحس انه كان هنا قبل كده بالرغم من انه ما جاش للملاهي دي قبل كده. ساعتها بيشوف سول وهي بتدخل لعبة العجلة الدوارة، وبيروح وراها وبيدخل جوه. ولما سول بتحس بوجوده، العجلة بتبقى اشتغلت وبتتحرك، فمش هتعرف تنزل. جاي بيسألها هي ليه مصممة تتجنبه لدرجة انها استقالت من شغلها. ما بتردش عليه، فجاي بيسألها عن سبب ان القصة اللي كتبتها نهايتها حزينة كده. لكن سول بتدافع عن القصة وبتقول المهم ان البطل عايش في النهاية. لكن بيعارضها جاي اللي بيقول لها انه حزين ان البطل بيفقد ذكرياته والبطلة بتفقد حبها، وبيقول ان القصة دي خلته يحلم بأحلام غريبة. سول بتحاول تمسك دموعها، وجاي بيشرح عن شعوره الفترة الأخيرة، وبيقولوا انه حتى حاسس انه كان في الملاهي دي قبل كده مع انه ما زارهاش ابدا. بتتأثر سول وبتشرح له انه ممكن يموت لو اشتغلوا مع بعض. وهما بيتكلموا، العجلة بتقف فجأة وبيتهزوا. جاي بيحمي سول من انها تقع، وهي بتبصله بحزن في عينيها، وبتفكر في ان ليه مصيرهم زي الدايرة عمال يتكرر. ساعتها سول بيغمى عليها وبيفتكرها جاي نايمة، لكن بيكتشف انها سخنة وتعبانة، فبياخدها ويشيلها لبيته وبيديها أدوية وبيرعاها. وساعتها سول بتعيط وبتنده اسمه. في الوقت نفسه سونج والمحقق زميله بيشتغلوا على قضية البنت المطاردة والمجرم سو، وبيروحوا يشوفوا كاميرات المراقبة بتاعة المنطقة، وبيعرفوا ان ممكن الكاميرا اللي في عربية جاي تكون سجلت لوحة العربية بتاعة المجرم سو لانها كانت مركونة جنبها. اليوم اللي بعده الصبح، سول بتتفاجئ انها في بيت جاي وبتحاول تطلع بسرعة، بس هو بيخدعها وبيقنعها انها تفطر قبل ما تمشي. جاي بيستغل الفرصة دي وبيحاول يقنعها انها ما تسيبش شغلها، وبيعرض عليها انه يوديها لبيتها. بس في الاستقبال بيقابلوا سونج ساعتها اللي كان هناك عشان يحقق مع الحراس، وبيسألهم لو شافوا المجرم سو في المنطقة. بيتصدم لما بيلاقي سول مع جاي، وبتوضح ليه سول انها كانت هنا بس عشان كانت بتشاور جاي عن الفيلم اللي بتشتغل عليه شركتها. بياخدها سونج وبيمشوا سوا، وجاي بيبقى غيران. بيرجع لبيته وبيكتشف انها نسيت ادويتها. بيفكر لو يروح يديلها الدواء ولا لا، فبيعرض عليه مدير اعماله انه ياخده يديهولها هو، لكن جاي بيرفض. وبيروح يزور سول وبيشوفها مع ابن اخوها الصغير، وبيتفرج عليها من بعيد وبيستخبى لما بتبص ناحيته. لكن بعد كل محاولاته انه يستخبى منها، الموبايل بيرن. سول بتشوفه وبتعرف انه مستخبي في الزحاليق، لكنه بينكر في الاول انه كان جاي عشان يشوفها، لكنه بعد كده بيقول انه هنا عشان يديها ادويتها اللي نسيتها. كمان بيحاول يساعدها تهدي ابن اخوها، لكنه بيتقيأ على لبسه. وبسبب ده سول بتاخد جاي لبيتها وبتسمح له ياخد شاور عندها، وما بيكونش في حد في البيت. بعد شوية بترجع عائلة سول البيت، فسول بتاخد جاي وبتخبيه في اوضتها لحد ما عائلتها تنام. وهما بيستنوا، جاي كان بيتفرج على الأوضة وشاف الساعة اللي كانت سول دفناها جوه الكبسولة الزمنية زمان، وأخدها عشان يشوفها. لكن سول ما كانتش عاوزاه يشوفها وحاولت تاخدها منه، بس وقعت واتكسرت. جاي بيصر انه يصلحها وبياخدها معاه وبيمشي. بعديها بيتقابل سونج مع جاي وبيطلب منه يديله التسجيلات بتاعت كاميرا عربيته، وبيوافق عشان يقبضوا على المجرم. بعد تفكير طويل من سول بتقرر انها ترجع للشغل وبتعتذر لرئيستها. رئيستها بتتفهم الوضع وبتبقى مبسوطة انها رجعت للمشروع، وده دليل على ثقتها في قدراتها. وبيعملوا اجتماع عشان الفيلم، وجاي بيحضر، فبيتكلموا شوية عن الفيلم. وجاي بيبقى عاوز سول تغير نهاية الفيلم لانها حزينة، بس سول بتصر على انها النهاية المناسبة للفيلم، وبتقول ان البطلة ضحت كتير عشان تنقذ البطل، وان وجودهم في حياة بعض تاني هيأذيهم.
بعد الاجتماع جاي بيروح ورا سول وبيعترف لها بمشاعره، وهي بتعرفه انها بتحب حد تاني وبتطلب منه يبعد عنها. جاي بيتألم لكنه بيوعدها انه يحترم قرارها. بتودعه سول وبتمشي وتسيبه. بعد كده سونج بيجي وبياخدها للبيت. في الوقت ده برضه هو كمان بيعترف لها بمشاعره. سول بتطلب منه انه ما يتهورش وانهم مجرد اصدقاء، وبتضيف انها بتحب حد تاني. في البيت بتلاقي جدتها مستنياها. المرة دي جدتها مفوقة ومش بتخرف، وبتحكي عن ازاي بتسافر لأوقات مختلفة في ذكرياتها، وبتقول ان الذكريات القديمة مش بتتمسح لكن بتطبع في الروح. في اليوم اللي بعده بيتفاجئ جاي ان سول استقالت من شغلها، وساعة ما كان رايح يصلح الساعة القديمة، الذكريات القديمة بيبتدي ببطء في استرجاعها لما بيبص للساعة. وفي نفس الوقت ده سول بتكون قاعدة في مطعم وبتسمع الأغنية المفضلة ليها بتاعة جاي، وسونج وزميله بيتعقبوا المجرم سو وبيستنوه يخلص شغله، وبيروح له سونج يخبط على ازاز عربيته. بس المجرم سو بيلاحظ الكلبشات في جيب سونج لما بيطلب منه انه ينزل من العربية عشان عاوز يسأله على حاجة، فبيقرر يهرب وبيدوس على البنزين وبتطارده الشرطة. في الوقت نفسه جاي بيكون ماسك الساعة وبيفتكر كل الماضي وفي حالة اضطراب، وهو بيكون عند نص الطريق وسط العربيات، وبتيجي بأقصى سرعة عربية المجرم سو وكانت هتخبطه، لكن لحسن الحظ سونج بيستخدم عربيته عشان يمنع الحادثة. جاي بيقع على ركبته وبيغمى عليه، وساعتها دموعه بتنزل. سونج اتأذى بشكل خفيف من تأثير الحادثة، بس كان واعي كفاية عشان ينزل من العربية ويقبض على سو. والمجرم سو حاول يهرب فبتخبطه عربية وبيموت أخيرا والحمد لله. وبينقلوا جاي للمستشفى. لما بتعرف سول عن وفاة المجرم سو وعن الحادثة اللي حصلت لجاي بتجري للمستشفى عشان تتأكد ان جاي بخير. في نفس الوقت ده جاي بيفوق وبيخرج من المستشفى على طول عشان يقابل سول. بيلاقيها في الشارع وبيعيطوا سوا، وبيعرفها ان ذكرياته رجعت، فبتتفاجئ سول لكن بتبقى سعيدة في نفس الوقت. بياخدها ويروحوا البيت جاي وبيتكلموا سوا عن حياتهم، وجاي بيبذل جهد كبير جدا عشان يقضي وقت حلو مع سول لانها بتبقى مشغولة لانها بقت تدرس اخراج عشان ده كان حلمها انها تكون مخرجة. بتمر ايام وهما في سعادة، وفي يوم جاي بيعترف لسول انه خايف يفقدها، وهي بتطمنه انه مش هيحصل كده تاني خلاص. بعد فترة الاعلام بيكتشف علاقتهم، وجاي ما بيكونش مهتم وبيخطط ساعتها انه يتقدم لسول، وبيبقى عاوز العالم كله يعرف بده. هيوك بيبقى متفاجئ من الاخبار لكن بيدعم صاحبه جاي وبيديه نصايح عن ازاي يتقدم لسول بشكل صحيح. سونج كمان بيعرف عن علاقتهم وبيهنيهم ببعض. التلاتة بيقضوا وقت مع بعض وبياكلوا عشاء، وجاي بيبقى سعيد ان سونج مش فاكر انه كان حبيب سول السابق عشان هي غيرت الماضي، وبيشكر سونج ان قدر يخلصهم من المجرم سو، وان من غيره كان القدر برضه هيكرر نفسه تاني. قبل ما يتقدم لسول عشان يتجوزها، جاي بيقرر يعمل بنصيحة صديقه هيوك ويعرف بنفسه بطريقة رسمية لعيلة سول. وفي احتفال العيلة بعيد ميلاد ابن أخو سول اللي عمره سنة واحدة، بيروح يعرف عن نفسه وبيقابل عيلة سول اللي بيبقوا فرحانين بيه. الجدة اللي كانت دايما في صف جاي بعد ما شافته مع سول رمت الساعة بعيد وقالت لجاي إنه أخيرا يقدر يكون سعيد مع سول. الست دي غريبة فعلا. بعد الحفلة جاي بيخطط إنه يعمل مفاجأة لسو ويعرض عليها الجواز جوه يخت، لكنه بيضطر يلغي كل حاجة في آخر لحظة بعد ما قالت له سول إنها عايزة تحقق حلمها في إنها تكون مخرجة أفلام قبل ما تفكر في الاستقرار والجواز. جاي بيحترم قرارها. بعد فترة بتحقق سول حلمها، وجاي بيعمل لها عرض جواز رومانسي تحت شجرة الكرز، وهي بتوافق إنها تتجوزه، وبيبقوا سعداء جدا وبيتجوزوا وبيفرحوا، والحمد لله النهاية بتبقى سعيدة. سلام. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، ولو عايزين تقترحوا أي دراما اكتبولي في التعليقات.